6 دعوات تجمع لك الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. ان شاء الله راجع لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهارده كده قلنا ننظف التلاجة مع بعض، يعني قبل ما ننزل نشتري شوية مشتريات كده عشان التلاجة بتاعتنا يعني تقريبا كده قربت تبقى فاضية خالص. فقلت بقى قبل ما انزل اشتري، انا منضفتهاش من زمان، فانضفها كده وانضف الفريزر، لاني انا من زمان ما نضفتهاش تنظيف عميق. يعني انا كنت كل كام يوم مثلا فوطه مبلوله وامسحها كده من بره ومن جوه وخلاص، هي بتبقى نظيفه وكل حاجه. بس لازم التنظيفه العميقه دي، ولازم نفضي الفريزر عشان انا الفريزر بتاعي كمان هي التلاجة بتاعتي مش بخار، فالفريزر بيعمل تلج. انا طبعا مش بستنى ان هو يعمل بقى تلج كتير وزي التلاجات القديمة كده بتاع زمان، تيجي تبص تلاقي الفريزر مليان تلج وكل حاجة لازقة في بعضيها والكلام ده. انا ايدي فيه على طول، فاهمني؟ حتى التلاجة بتاعتي القديمة، يعني التلاجة دي انا جايباها جديدة. قلت لكم قبل كده فيديوهات، انا كان عندي تلاجة 14 اكبر من دي واتحرقت. والله اتحرقت من الكهرباء برضو. يعني بصوا اليومين دول احنا الكهرباء معذبانا، بتقطع كل شوية وربنا يستر على الأجهزة. التلاجة بتاعت القديمة كانت برضو من الكهرباء، كانت أيام ما الكهرباء دي كان فيها عندنا تصليحات. بصراحة ما كانتش في البلد كلها، كانت بتبقى مناطق مناطق. لكن اليومين دول يعني مستوى الجمهورية يعني. المهم كانت أيامها الكهرباء برضو بتقطع، يعني كل شويه تقطع، وطبعا في مواعيد بقى مش حظ مش عارفينها يعني. ممكن تبقى لسه جايه وتقطع تاني، ممكن تقطع فجاه وتيجي بسرعه، او يعني بصوا ممكن تيجي عاليه وممكن تيجي واطيه. المهم الحمد لله الحمد لله ايام الكهرباء دي بوظت لي بوظت لي التلاجة، بوظت لي الخلاط. كنت بعمل في يوم برضو تقريبا كانت الكهرباء عاليه قوي، بوظت لي كان عندي كده مبخره بالكهرباء، بحط عليها البخور، برضو باظت من الكهرباء. فربنا يسترها علينا بجد. اليومين دول انا ببقى حاطه ايدي على قلبي لما الكهرباء تقطع، لانها بتقطع فجأة. وطبعا برضو ببقى خايفة على الشاشة جدا جدا جدا، لان الشاشات بتبقى حساسة، ودي اكتر حاجة بتتضرر يعني، فربنا يسترها. المهم لما التلاجة بتاعتي اتحرقت، ايام بقى بنات، هي طبعا كانت الحاجة لسه ما غليتش يعني زي دلوقتي. بس بصراحة انا ما كانش معايا فلوس ان انا اجيب واحدة اكبر من دي 12 عادية، اللي هي الكريازي. جايباها جديدة في الكرتونة بتاعتها. كنت بفكر اجيب واحدة بخار تكون كبيرة وتكون مستعملة. بس بصراحة المحل يعني الاماكن او المحلات اللي انا روحتها بتبيع حاجات مستعملة، كانت التلاجة من بره يبقى شكلها حلو، وتقريبا كانوا بيبقوا تبقى مدهونة او مرشوشة كده زي ما بيقولوا، بس تيجي تفتحها من جوه تلاقيها كده مش نظيفة، مش تحس انها كانت مصدية، تحس انها قديمة قوي. بصوا مرتحتش يعني. انا لفيت بجد، لفيت ورحت اماكن كتير جدا، وكان معايا الفلوس ان انا هجيب واحدة كويسة بخار وكبيرة، بس تكون مستعملة عشان على قد الفلوس، لان ما كانش معايا ان انا اجيب واحدة بخار كبيرة جديدة، فاهمني؟ فقلت هجيب مستعملة. فلما مرتحتش يعني مرضيش ان انا جازف، قلت لا، انا اجيب الفلوس اللي معايا على قدي واحدة عادية جدا، وبكرة ربنا يكرمني ويجيب اللي انا عايزاه. الحمد لله انها جت. يعني انا قعدت فترة وكنا في الصيف واتعذبت بجد من غير تلاجة، والتلاجة دي نعمة، اكبر نعمة والله العظيم يعني. بصراحة برافو اللي اخترعها. فاي حاجة تقضي الغرض، يعني اي حاجة كده بتسقى وبتحافظ لك على الاكل. الحمد لله احنا عندنا يعني احسن من غيرنا ما عندوش، غيرنا مش لاقي، الحمد لله يعني ما نتبطرش. دي عندي والله العظيم حلوة جدا وبحبها، وبحمد ربنا كل يوم ان انا جبتها، احسن ما كنت اقعد من غير تلاجة. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. بكرة ربنا يفرج عليا واجيب كل اللي نفسي فيه،
وحتى لو ما حصلش فالحمد لله برضو على الموجود اللي غيري مش عنده، فاهمني؟ الحمد لله اللي عندي حاجات غيري، يعني مش عندي غيري برضو، فانا عندي نعم كتير قوي. في حاجات كتير نفسي فيها جدا جدا، وفي اجهزة كتير نفسي اجيبها جدا، ونفسي اغير المطبخ بتاعي ده اعمله زي المطابخ الحديثة كده اللي انا بشوفها على اليوتيوب، ابيض في ابيض، واجيب كل الاجهزة اللي ناقصاني وكل حاجة. بس لو ربنا ما اردش، الحمد لله انا عندي نعم كتير. الحمد لله ان انا عندي بيت 4 حيطان وسقف، الحمد لله ان باكل وبشرب، الحمد لله ان انا بنام كده وانا مطمنة، الحمد لله ان انا بصحتي وعيالي بصحتهم، الحمد لله ان انا قادره يبقى عندي مطبخ وعندي اكل واطبخ، يعني فاهميني؟ فالحمد لله عندي نعم كتير. حتى لو ما قدرناش نحقق او نجيب اللي احنا نفسنا فيه، نبص للي عندنا ونحمد ربنا كتير قوي 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 على اللي عندنا. الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. المهم بقى مش هطول عليكم، انا كنت ايه، طلعت بقى كل حاجة كده وغسلتها غسلة محترمة، يعني بصوا غسلة يعني، لاني انا ما بحبش اعمل مية كتير في المطبخ بتاعي، علشان ما فيش عندي بلاعة، ودي احسن حاجة اني ما رضيتش اعمل بلاعة في المطبخ لما كنت بأسس الشقة، علشان بيقولوا انها بقى بتلم صراصير وممكن تطلع فيران والكلام ده كله، وبتعمل ريحة في المطبخ. فانا بصراحة ما عملتش خالص بلاعات غير في الحمام، فقلت بلاش من المطبخ. ف ما بحبش بقى ان انا اغسل التلاجة واعمل ميه كتير ورغوه وبهدل الارضيه واقعد انشف، يعني انا اللي اتعب في الاخر. حتى الحمام لما اجي مثلا اسحب الميه من المطبخ اوديها الحمام مش هتنفع، لان انا عامله عتبه على الحمام من بره، لاني كنت لما كانوا الولاد بيجوا يعملوا يعني ياخدوا دش وكده، انتوا عارفين بقى الولاد واشقياء وكده، كانوا بيقعدوا يخرجوا لي الميه بره. عندي الحمام والمطبخ اعلى من الصاله، يعني احنا عاملين لهم كده درجه بنطلعها، عاملينهم اعلى من الصاله حوالي تقريبا 10-12 سنتي، فاهميني؟ او ممكن 15 سنتي كمان اعلى من الصاله. فكانوا الولاد بقى يعملوا ايه، يجيبوا ميه كتير بقى ويسدوا البلعات ويملوا الحمام ميه كده ويعملوا زي حمام سباحه وعايزين يعوموا، فاهميني؟ فكانت الميه بقى بتخرج بره وتنزل على الصاله وبهدلت الدنيا. بصراحه كنت بتعصب قوي، فقلت لا لازم اشوف حل. جبنا عتبه وحطيناها، فبتمنع بقى ايه، ان اي ميه في الحمام، حتى لما اكون بغسل الحمام وبغسل الحيطان وادلق ميه كتير في الحمام، الحمد لله ما عادش بتخرج بره. فده مريحني قوي قوي. ما بعرفش بقى اجر الميه او اسحب الميه من المطبخ او اديها الحمام، فبضطر ان انا ما اغرقش قوي في المطبخ، ما فاهميني؟ يعني ما اعملش ميه كتير لما باجي اغسل حاجه، ما بهدلش او ما زودش ميه كتير عشان ما تتعبنيش انا في التنظيف. فبرضو التلاجة لما باجي اغسلها بطوقها كده بفوطه من بره ومن جوه، بتفضل زي الفل. وما باجي اغسلها غسيل عميق زي النهارده كده، ما بعملش برضو ميه كتير، فاهميني؟ طبعا بقى انا كنت مربيه فراخ من زمان وخلصت، ما فيش عندي غير الكيسين دول، ولسه بقى هنزل اجيب شويه حاجات كده للتلاجة، يعني حاجات شيلها في الفريزر وحاجات برضو كغموسات وكده، يعني عشان التلاجة بقى ايه نعمرها كده. بس قلت اغسلها الاول واظبط الدنيا كده قبل ما انزل السوق، يعني انني كمان لسه ما خزنتش اي حاجه. وعايزه افكركم بالكرتونه بتاعه رمضان، اوعوا تكونوا ناسيينها، لازم تحطوا فيها اي حاجه يا جماعه، اي حاجه، يا رب ان شاء الله يكون كيس ملح. ما تعدوش مره رحت السوق فيها او جبتوا حاجات فيها للبيت غير لما تحطوا اي حاجه، بجد هتفرق معاكم جدا والله العظيم. حتى لو كيس ملح، لو ما فاضش معاكي تجيب اي حاجه، شويه بهارات، كيس ملح، كيس، بصوا اي كيس مكرونه، كيس شعريه، لازم تحطوا فيها حاجه. ومش عايزه كمان اخليكم تنسوا الحصاله، ما تنسوش لو 2 جنيه فاضوا معاكي حطيهم 5 جنيه زي ما احنا متفقين، بجد هيفرقوا معاكي جدا جدا. عايزه اقول لك كمان ان الحصاله دي بتنفعني في اوقات الزنقه، يعني مثلا لما اكون انا مش عاملاها رمضان اهو، واشيل مثلا كل يوم 5 جنيه او كل فتره مثلا مبلغ
وجي مثلا الفلوس اللي معايا خلصت، وتيجي مثلا الكروت تخلص فجأة. طبعا احنا عايشين بكل حاجة بالكروت دلوقتي، فبتبقى عايزة ان انت تشحني، ومثلا لو جوزك مش موجود او مفيش معاكي فلوس على ما جوزك يجي، بتطلعي من الفلوس اللي انت عيناها دي، بجد بتبقى المنقذ. تمام. احتجتي اي حاجة او احتجتي ان انت تشتري حاجة لنفسك يعني او للمطبخ وكده، بتطلعي من الحصالة. فكرة جميلة قوي، يا ريت تنفذوها. والفيديو بتاعنا خلص النهارده، كان خفيف عليكم، يا رب يعجبكم.